ان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم، وباذن الله تعالى هتلاقوني معاكم في كل خطوه لغايه ما نوصل مع بعض كده الى الدرجه النهائيه. ماشي. عندي ملحوظه على جنب. لما يكون عندك جذر عايز تخلص منه، جذر 3 مثلا اس 4. جذر 3 اس كام؟ 4. المعلومه دي من اعدادي. قال لك عشان تشيل الجذر هات نص الاس، يعني هشيل الجذر التربيعي يبقى نص ال4 2. خلاص؟ طب لو 6 تبقى 3، لو 8 يبقى 4. يبقى اشيل الجذر التربيعي، اشيل الجذر ايه؟ تربيعي، واجيب نص الاس. قال لي ده كلام جميل. تعالى نحل مسألتنا الجميله اللي قدامنا. اقرا معايا. جذر 5 اس 3 اس 6 اس 2 في جذر 5 على سالب جذر 5 اس 5. اولا لازم تاخد بالك من حاجه. احنا متفقين لو الاس زوجي بياكل السالب، لو الاس فردي بيطرد السالب. لو الاس زوجي بياكل السالب، لو الاس فردي بيطرد السالب. يلا بينا. قال لي بص، اولا ده موجب مفيش مشكله، اهو دي جذر 5. وهنضرب 2 في 3 مسطرب 6 اها في جذر 5. دي كأن الاس بتاعها كام؟ 1. هايل. الاس ده او الجذر ده سالب، فالاس بتاعه فردي، فهيطلع السالب بره وتبقى جذر 5 اس 5. يلا بينا. طبعا فوق موجب وتحت سالب، فموجب على سالب هيدي لك ايه؟ سالب. حلو. هنكتب جذر 5 كبيره ونلم عيالها، نلم الاسس اللي عليها، اللي فوق باشارته واللي تحت بعكس اشارته. يلا. 6 موجب اهي زائد 1 ناقص ال5. 6 و1 7، 7 ناقص 5 2، هتبقى سالب جذر 5 اس 2. واحنا عارفين ان الاس ده هيضيع ده، خلاص يبقى سالب 5. وبرده لو عملتها بالاله هتطلع لك سالب 5.